حد مين هجيب احسن غدا في طنطا؟ وب100 جنيه وبس. جاهزه؟ جاهز انت؟ انا جاهز، نتقابل بعد نص ساعه. يلا بينا. يلا بينا. بقول لك يا ريس، عايز مكان فاجر اكل منه ب100 جنيه. ايه يا جماعه الاسعار دي؟ ومفيش اي حاجه ب100 جنيه؟ انا هسيبه هو يلف ويدور براحته، وانا عارفه ايه المكان اللي هيجيب لي احسن غدا ب100 جنيه. تخيلوا ان كل ده ب100 جنيه وبس. وده لان المعروف عن بطوط من زمان ان هو بيقدم لنا احسن كواليتي كمان بافضل الاسعار، عشان كده عمل لنا العروض دي، واحد حواوشي زائد واحد كبده ب100 جنيه وبس. زي ما انتم شايفين كميه اللحمه في الحواوشي عامله ازاي، ده غير حجم سندوتش الكبده، وعايزه اقول لكم التشويحه بتاعتها تحفه. والعرض التاني بقى عباره عن سندوتش سوسيس وكمان واحد كفته. زي ما انتم شايفين السندوتشات احجامها مشبعه جدا، ولو انتم عايزين تتغدوا وتوفروا فالعروض دي هتكفيكم كمان تشبعكم. ما تنسوش تجربوا كفته من عندهم لان كفته خطيره. ده غير ان لقيت عندهم سندوتش جديد اسمه الدشاش، وده دشاش فعلا يا جماعه، عباره عن صدر فرخه كامل وكمان عليه قطع لحمه بارده وكمان بسطرمه وموزاريلا وغرقان صوصات. ده دشاش بجد، دشاش بجد. الدشاشات هنا يا جماعه بجد خطيره. بطوط، انا كنت ناسي بطوط. خش يلا بسرعه الحلقه عرض ب100. جاي لك يا بطوط. وانتوا كمان لازم تيجوا تجربوا بطوط وتلحقوا العروض. واظن عرفتوا مين كسب التحدي، ده كان بطوط فرع الشارع انور مع كفر عصام.